صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده اليوم الخامس من تحدي ال30 يوم. مبسوطه قوي ان انا حاسه اصلا اني انا اللي متشجعه بيكم بجد. يعني انا ما عملت الكلام ده قلت لكم انا هبدا وانتوا عايزين تبداوا معايا، قلتوا لي تمام وبدأنا مع بعض على اساس ان انتوا بتتشجعوا بيا. لا بجد انا اللي بتشجع بيكم جدا، وحياه ربنا زي ما اتفقنا احنا بنصوم ساعه اول ما نصحى من النوم نشرب فيها ميه كويس. ودلوقتي انا هاخد سناك خفيف، مش هاخد وجبه فطار، هاخد سناك خفيف وهفطر بعدها بساعتين. السناك الخفيف نص نص، يعني كوبايه نسكافيه باللبن و3 معالق زبده فول سوداني. بتعمل ايه؟ و3 معالق زبده فول سوداني. هاكلهم حاف، مش هاكلهم بعيش ولا توست ولا اي حاجه. ليه؟ عشان انا معزومه النهارده طول اليوم بره، على الفطار وعلى الغدا وعلى العشاء. فاللي انا بقى عايزه اقوله لكم تعملوا ايه لو انتوا معزومين بره او هتاكلوا بره ومفيش اكل دايت، تعملوا ايه؟ انا هقول لكم النهارده انا بعمل ايه في الحالات اللي زي دي في كل الوجبات. وطبعا مش عايزين ننسى زي امبارح تمارين الفاكيوم، انا هعملها دلوقتي من 4 ل5 مرات، كل مره 20 ثانيه. كنت بعملها الاول 15 ثانيه بالعافيه بجد، دلوقتي بعمل 20 ثانيه. اكتبي لي في الكومنتس بتعملي قد ايه. رول نمبر 1 ان انت ما تروحيش جعانه، اوعي تبقي هتاكلي بره وتروحي جعانه، دي اقل حاجه نقدر نعملها. دي مبدئيا كده تاكلي حاجه هاي بروتين قبل ما تروحي. النهارده اتمرنت تمرينة كور كاملة وكارديو. ده اول تمرين. التمرين ده بيشغل عضلات الاوبليكس او البطن من الجناب. تمرين قوي جدا هتحسي بيه في جناب بطنك. تاني تمرين، امسكي كورة او امسكي اي حاجة حتى لو مخدة ما بين ايدك ورجلك عكس عكاس، واشتغلي بايدك ورجلك التانيين يكونوا عكس بعض، بتفرديهم قرب الارض وبيرجعوا تاني. برضو التمرين ده بيشغل عضلات الحوض واسفل الظهر والبطن كاملة، الريكتس ابدومينس والاوبليكس. برضو حطي مخدة او اي حاجة ما بين رجليكي ما بين ركبتك وامسكيهم بركبك، واشتغلي ارفعي ركبتك لفوق وانزلي المسي الارض بكعب رجلك. التمرين ده قوي جدا لعضلات اسفل البطن. بعد كده اشتغلت تمرينة كارديو لمدة 20 دقيقة وعملتها كالآتي: 20 ثانية جري سريع جدا و10 ثواني راحة، وهكذا. بعد التمرين بساعة كنت برا البيت برضو واكلت الشوكولاتة دي تحفة، هكلمكم عنها بقى. اولا هي متحلية بسكر ستيفيا، وهي معمولة من الواي بروتين، وتنفع جدا لو انت بتعملي كيتو دايت او لو كارب، وده المطلوب. الهنتس بقى اللي كنت عايزه اقول لكم عليها لما تبقوا هتاكلوا بره البيت او مش هيكون في اكل دايت. اول حاجه لازم تشربي كوبايتين ميه قبل ما تقعدي تاكلي، قبل ما تاكلي بربع ساعه. تاني حاجه هتبداي بطبق السلطه ايا كان نوعه ايه، يعني مش لازم تبقى سلطه خضراء، ممكن تبقى سلطه الطحينه، سلطه حمص، ايا كان نوع السلطه، هي دي الحاجه اللي احنا هنبدا بيها. بعد كده هنبدا ناكل البروتين، نخلص البروتين، اخر حاجه نمد ايدينا عليها النشويات. ودي الحاجه اللي انا بعملها دايما لما اكون هاكل بره، سواء كنت معزومه بره في اكل بره يعني مطاعم او كده، او في اكل بيت. عايزه افكركم بساعات الصيام بتاعتنا. احنا بنصوم ساعه اول ما بنصحى من النوم، وساعه بعد التمرين، وساعة كمان قبل ما بننام. دي مواعيد الصيام الأساسية اللي احنا ملتزمين بيها كل يوم، غير مواعيد الصيام أو ساعات الصيام اللي بتكون ما بين الوجبات. يعني فطرتي بنصوم لحد الوجبة اللي بعدها، سواء كان سناك أو وجبة كاملة، وبنرجع نصوم تاني لحد ميعاد الوجبة اللي بعدها، وهكذا. وكالعادة انزلي افتحي صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس عشان تقري كل الوجبات اللي اتاكلت في اليوم، وكمان عشان تقري مواعيد الصيام وتاخديها سكرين شوت عشان ما تنسيهاش. وبس كده، تصبحوا على خير.